ام راديو. مرحبا مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. اليمن يجدد دعمه لوحدة أراضي المغرب. المغرب والبحرين يؤكدان على العلاقات الثنائية القوية. الكاف يكشف عن القائمة المؤقتة لمنتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2023. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. في عرض للتضامن الثابت، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مجددا دعم بلاده لوحدة أراضي المغرب ومغربية الصحراء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمراكش عقب مباحثات ثنائية بين الوزير بن مبارك ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وتأتي المحادثات في أعقاب الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المقرر عقدها يوم الأربعاء، والتي تضم وزراء الخارجية. وقال الوزير بن مبارك: إننا نؤكد دعمنا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والصحراء المغربية، وهو الموقف الذي نعبر عنه باستمرار، مؤكدا تمسك اليمن الثابت بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء المغربية. وأشاد الوزير اليمني بالعلاقة الراسخة بين البلدين، وأشاد بالتواصل المستمر والاهتمام الكبير من جانب الملك محمد السادس، وقد أظهرت الحكومة المغربية في مجال رعاية وتطوير العلاقات الثنائية. كما سلط الوزير اليمني الضوء على النهج المبدئي للمغرب تجاه الصراع في اليمن، حيث أعربت البلاد منذ فترة طويلة عن دعمها لوحدة اليمن واستقراره وشرعيته الدستورية والمجلس الرئاسي. وأشار الدبلوماسي اليمني البارز أن موقف المغرب يتماشى مع مبادرات السلام المبنية على الأطر المتفق عليها دوليا. كما أعرب عن تقديره لاهتمام المغرب المستمر بشأن الوضع الإنساني في اليمن، وأرجع الوزير الأزمة إلى الجمود السياسي، وأدان الانقلاب الحوثي الإرهابي الذي استهدف الشرعية الدستورية في البلاد. أتاحت المحادثات الثنائية وسيلة لتبادل التحديثات حول الوضع في اليمن، وتوافقت وجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأحداث الأخيرة التي تؤثر على قطاع غزة. واختتم المسؤول اليمني كلمته بالاعتراف بموقف المغرب الداعم لليمن، وأعلن عن خطط لعقد اجتماعات ثنائية تهدف إلى مراجعة العديد من البروتوكولات على المستوى القنصلي. وقال إن خطط المغرب المقبلة لاستضافة المنتدى العربي الروسي المرتقب تمثل علامة فارقة. أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مباحثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني بمراكش قبيل انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المقررة الأربعاء. خلال المحادثات بحث الوزراء في التعاون القوي بين البلدين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استكشاف سبل تعزيز هذا التعاون والارتقاء به. وأكدوا اعتزازهم بالعلاقات الوثيقة والتضامن بين البلدين تحت قيادة الملك محمد السادس وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة. وجدد بوريطة موقف المغرب الثابت في دعم البحرين والوقوف إلى جانبها ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية أو محاولات المساس بأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية. من جانبه، أكد الوزير الزياني دعم مملكة البحرين لوحدة أراضي المغرب وسيادته على الصحراء المغربية، وهو ما أكده إنشاء مملكة البحرين قنصلية عامة في مدينة العيون جنوب المغرب. كما احتفل اللقاء بعقد الدورة الأولى للجنة القنصلية المغربية البحرينية المشتركة التي انعقدت بالرباط في 6 من ديسمبر من هذا العام. كما ناقش وزير الخارجية الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجوم الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وشددوا على الحاجة الملحة إلى أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى وقف سريع وشامل ودائم لإطلاق النار، فضلا عن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وكاف وغير مقيد. وجرت المناقشات الثنائية عشية منتدى التعاون العربي الروسي، وهو اجتماع إقليمي لوزراء الخارجية بناء على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين الجامعة العربية وروسيا. وتم اختيار المغرب لاستضافة هذه النسخة من المنتدى خلال الدورة السابقة التي عقدت بموسكو في أبريل 2019. وستتركز المناقشات خلال المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة.
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الأربعاء عن التشكيلات المبدئية للمنتخبات 24 المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لسنة 2023 والتي ستقام بكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير و11 من فبراير 2024. تمت الإشارة إليه في بيان صحفي. الكاف قدمت كل دولة بما فيها المغرب قائمة مبدئية لا تزيد عن 55 لاعبا، وسيسمح لكل منتخب بتشكيلة نهائية مكونة من 27 لاعبا بدلا من 23 في البطولات السابقة. وأشار الكاف إلى أن تسجيل اللاعبين الأربعة الإضافيين في القائمة النهائية هو خيار وليس التزام. وأضاف البيان أنه في حالة تقديم قائمة الفريق نهائية تضم ما بين 24 و27 لاعبا، فسيكون 23 منهم فقط متاحين للاختيار لكل مباراة في كأس الأمم الأفريقية 2023، مشيرا إلى أن الموعد النهائي لتقديم القائمة النهائية هو 3 يناير المقبل من عام 2024. قام نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوش هاريس بزيارة رسمية إلى الرباط يومي 17 و18 من ديسمبر لتعزيز المناقشات حول القضايا الثنائية الرئيسية والأولويات الإقليمية المشتركة. وقالت السفارة الأمريكية بالمغرب على موقع إكس إن هاريس إلى جانب السفير الأمريكي بالمغرب تالورا أجرى محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وتهدف المناقشات إلى تعزيز الشراكة الثنائية القوية بين البلدين ومعالجة المخاوف الإقليمية الملحة. وأكدت وزارة الخارجية المغربية هذا التصريح مشيرة إلى أن الوزير ناصر بوريطة استضاف نائب مساعد وزير الخارجية جوش هاريس بالرباط يوم الثلاثاء، وتمحور الاجتماع حول الشراكة الثنائية والمسائل الإقليمية على الرغم من عدم الكشف عن معلومات مفصلة حول المواضيع المحددة التي تم تناولها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها الأحد أن هاريس ستشارك في اجتماعات تتمحور حول نزاع الصحراء المغربية والأحداث الجارية في غزة. وأكد البيان الصحفي التزام الولايات المتحدة بالنظر إلى خطة الحكم الذاتية المغربية باعتبارها نهجا جديا وذو مصداقية وواقعية لتلبية تطلعات شعب الصحراء المغربية. ويهدف هذا التكرار إلى تبديد أي مفاهيم خاطئة والتأكيد على عدم حدوث أي تغيير في الموقف الأمريكي الواضح والثابت. بالإضافة إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية عن دعمها الكامل لدور المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستيفان دي مستورة في تسهيل عملية المفاوضات، كما شدد على الحاجة إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع الإقليمي، مشددا على أهمية المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة دون مزيد من التأخير. وشدد البيان على أهمية الواقعية والتسوية، ودعا جميع الأطراف المعنية في النزاع إلى المشاركة في عملية التفاوض بروح التعاون. وشدد على أن نتائج المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتي وافقت عليها الأطراف المعنية ستشكل الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.